السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة ويوم جديد وصباح الفل على كل اخواتي وكل حبايبي جمهور الزمالك المحترم والعظيم. حلقة مهمة جدا جدا ويوم زملكاوي بإذن الله، يبقى يوم حلو ويبقى يوم جميل، تبقى إن شاء الله سهرة زملكاوية حلوة وجميلة إن شاء الله. طبعا كل عشاق وكل محبين نادي الزمالك والكرة المصرية بشكل عام النهاردة الساعة 9:30 الكل هيتابع والكل يشوف مباراة الزمالك وبيراميدز الساعة 9:30. خليني أبدأ معاك على طول بس من تركات كده، شوية حاجات كده نخش فيها من تشكيل أو قائمة نادي بيراميدز، عشان بس اللي ما حدوش معايا اللايف يعني يبقى عارف. قائمة نادي بيراميدز اللي أعلنها خلال الساعات اللي فاتت جت كالآتي: بيراميدز ضم 3 حراس، شريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمود جهاد، دول ال3 حراس بتوع المرمى. في خط الدفاع عندك محمود مرعي وأحمد سامي وأسامة جلال، محمد الشيبي ومحمد حمدي إبراهيم وكريم حافظ. تمام. في خط الوسط مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود زلاكا، وليد الكارتي وناصر ماهر وعودة الفخوري ومصطفى زيكو وإيفرتون دا سيلفا وحامد حمدان وباسكال فريق وأحمد عاطف قطة، أحمد توفيق، فيستو مايلي ويوسف أوباما ومروان حمدي ودودو الجباس. دي التشكيلة بتاعة نادي أو القائمة بتاعة نادي بيراميدز اللي أعلن عنها النهاردة أو الساعات اللي فاتت يعني. دي قائمتهم. نادي الزمالك ما أعلنش القائمة، ولكن يعني الغيابات احنا عارفينها كلها. طبعا عندك عمرو الناصر مش موجود غايب، عندك الونش برضو مش موجود غايب، بارون أوشينج مش موجود، محمود جهاد مش موجود، سيف جعفر مش موجود، نسبة كبيرة عماد حمدي خلاص مش موجود. يعني دي غيابات نادي الزمالك. يعني تشكيل الزمالك وتشكيل بيراميدز تقريبا الفرقتين كتاب مفتوح لبعض، سواء الزمالك او بيراميدز. يعني ايه الكلام ده؟ هم كتاب مفتوح لبعض. خليني اقول لك ان شاء الله الزمالك هيبدا بالمهدي سليمان في حراسه المرمى، هيكون حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل 2 مساكين، وعمر جابر او محمد ابراهيم واحد فيهم يكون موجود في الباك رايت، وبنتاج في الباك ليفت. في نص الملعب كابتن معتمد جمال اخر حاجه عرفناها هيلعب بالثلاثه دول محمد شحاته واحمد ربيع، وقدامهم عبد الله السعيد او محمد السيد ومحمد شحاته وعبد الله السعيد. يعني يا دي ما فيهاش كلام يعني. وفي الوينج رايت اخوان بزيرة هيكون موجود، وهيكون موجود في الوينج ليفت الاخ بشيكو بانز او احمد شريف وناصر منسي، او يبقى ناصر منسي والدباغ مع بعض مع اخوان بزيرة، الثلاثه دول يعني مع بعض. يعني فده تشكيل الزمالك. اما تشكيل نادي بيراميدز: احمد الشناوي في حراسه المرمى، محمود مرعي واحمد سامي 2 مساكين، محمد الشيبي في الباك رايت والباك ليفت. هو المدرب يورتيتش عنده خيارات كتير، يعني يقدر يلعب بمحمد حمدي اللي هو كان في الزمالك ولعب انبي، يقدر يلعب بحامد حمدان زي الماتش الاخير اللي لعبه قدام المحله. في نص الملعب طبعا عنده وليد الكارتي، عنده مهند لاشين، عنده حامد حمدان، عنده ناصر ماهر. يعني والاقرب ان يبدا بالكارتي ومهند لاشين وناصر ماهر، ده الاقرب يعني. هيلعب بمصطفى فتحي وينج رايت، وهيبدا يبقى موجود في الوينج ليفت زلاكا، ومهاجم صريح فيستو مايلي. ده التشكيل الاقرب يعني بنسبه كبيره جدا جدا لبيراميدز في مباراه الزمالك. طيب اي حد هيقول لك الزمالك هيكسب او بيراميدز هيكسب بيهبد عليك، مباراه خارج التوقعات، لان الزمالك عنده فرقه تقيله والجمهور بتاعه في المدرجات، وبيراميدز عنده فرقه تقيله جدا جدا. وقوه الزمالك الضربه لا في مجلس ادارته ولا في لاعبيه ولا في مدربه، في جمهوره. جمهور الزمالك هو من يصنع الفارق. يعني القوة الضاربة للزمالك في جمهوره، اللي بيراميدز ما عندوش الحتة دي خالص. فإن شاء الله ربنا يكرم، والإصرار والعزيمة إن شاء الله يقدر نادي الزمالك إن شاء الله بإذنك يا رب يحقق لنا ال3 نقاط. كابتن معتمد جمال المدير الفني للزمالك، الراجل اتكلم مع اللعيبة وعدت إن هم هيقاتلوا في الملعب من أجل الفوز بال3 نقاط. ودلوقتي خلي بالك من حاجة، أنت كزمالك أنت هتتصدم بفرقة قوية، بس لو ما كسبتش، وأنا قلت الكلام ده، لو الزمالك ما كسبش ما يخسرش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو ما عرفتش اخد ال3 نقاط يبقى ما اخسرش. طب لو خدت نقطه هفضل زي ما انا متصدر الدوري، اي نعم بنفس النقاط مع بيراميدز، وهبقى فارق عن الاهلي بنقطه، ولكن انت بتلاعب فرقه قويه، فرقه مميزه، فانا داخل اكسب، بس ما كسبتش ما اخسرش. واللي متفق معايا برضو ايه يقول لنا ايه رايه في الكلام ده. فده بالنسبه لمباراه الزمالك وبيراميدز. جون ادوارد واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، كابتن احمد سليمان، كابتن حسام مندوب، استاذ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، يعني كل الناس كلموا مع اللعيبه، طلبوا من اللاعبين الفوز، وان الزمالك يكسب بيراميدز يبقى فارق 3 نقاط عن اقرب منافسيه سواء بيراميدز او الاهلي. فاللعيبه مركزه واللعيبه مستعده. المنافسه ما فيش فيها سيراميك. يعني ايه ما فيش فيها سيراميك؟ سيراميك يا جماعه بيقع لوحده، وقع الماتش اللي قبل اللي فات، وامبارح كان بيلاعب وادي دجله وتعادلوا. فسيراميك يا جماعه استحاله هينافس المنافسه الحقيقيه.
المنافسه الحقيقيه ما بين 3 فرق: زمالك، بيراميدز، اهلي. دول ال3 فرق اللي هينافسوا على الدوري. وخلي بالك من حاجه، الدور الثاني ده المعمعه، دي المعركه الحقيقيه ما بين ال3 فرق دول، لان في الدور الثاني هيبقوا عندك 7 فرق هيلعبوا يعني مع بعضهم البعض. هيبقى الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا والمصري ووادي دجله والاتحاد السكندري. يعني دول ال7 فرق، او زد، يبقى دول ال7 فرق بالترتيب بتاعهم كده. هتبقى مطحنه، معركه. طيب ايه اللي يفرق مع الزمالك؟ بص، لو انت مأمن نفسك بنقاط، حتى لو قدر الله اتعثرت بعد كده، يبقى انت لسه في الصداره، لان الزمالك هيتعثر وبيراميدز هيتعثر والاهلي هيتعثر، واستحاله واحد من ال3 فرق دول يعرف يكسب ماتشاته كلها، استحاله، لان لسه الزمالك لسه هيلعب الاهلي، والاهلي هيلعب الزمالك، وهيلعبوا بيراميدز، وهيلعبوا سيراميكا، ومباريات حرفيا مباريات كؤوس ومباريات قويه جدا جدا، ومفيش مباراه سهله على الاطلاق. تمام يا جماعه؟ تمام. خليني اقول لكم اللي تستحوا هفعل ما شئت. الاهلي امبارح كان بيلاعب زد، يعني الحكم ماشي طارق مجدي بيحكم المباراه. انا نفسي افهم ايه الغلطه اللي عملها طارق مجدي او جامل بيها زد. ده العكس، حست فيه هدف اتحسب لزد، ماشي، لا اتحسب لزد من اوفسايد، وهو في شك كبير جدا انه يكون هدف صحيح وشرعي. لا الحكم طارق مجدي حسبه ولا الحكام حسبوه، واتلغى لما الحارس علي لطفي لما وقع دقيقتين ولا دقيقه ونص، الحكم وصل الوقت الضايع لربع ساعه. ضربه الجزاء اللي الناس قال لك الاهلي ليه ضربه جزاء، لاعب نادي زد واقع في الارض وساند على ايده، يعني ايده مش في الهوا مثلا ولا عامله كده ولا كلها، ده ايده تحت منه ساند عليها، ايده ثابته تحت منه. طب هيحركها ازاي؟ الكره جايه له، هيبعد ايده، هو جسمه كله محمل على الكوره، ازاي؟ فقال لك لا اصل دي ضربه جزاء. لا يا باشا، مش ضربه جزاء. هتقول لي ما هي اتحسبت على الزمالك في مباراه سيراميكا في كاس مصر. اقول لك ما هي اتحسبت على الزمالك، مع ان هي اصلا المفروض ما تتحسبش، ولكن هم حسبوها للاسف. يعني هي المفروض ما تتحسبش، ولكن هم حسبوها للاسف يعني. طيب سيبك مني انا يا عم الحاج. الخبراء التحكيميين يا جماعه قال لك ايه؟ كل الخبراء التحكيميين يا جماعه ماشي اكدوا ان الزمالك ما كانش المفروض يتحسب عليه ضربه جزاء. تمام. طبعا الناس اللي تسال مين حكم مباراه الزمالك وبيراميدز النهارده، هو محمود ناجي هو حكم مباراه الزمالك. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب خلينا اقول لكم من ضمن التفاصيل برضو والامور اللي موجوده معانا على حاجه بالنسبه للحكم محمود البنا. الحكم محمود البنا انا هشوف عشان ابقى امين معاك، هقول لك كده وكده. البنا قال لك ايه؟ قال لك الاهلي استحق ركله جزاء امام زد، يد مدافع زد غير داعمه للجسم الايه؟ للجسم، الايد اتفردت وكبرت حجم الجسم، وهنا استحق الاهلي ركله جزاء صحيحه، وكان يجب على حكم الفار استدعاء طارق مجدي لاحتساب ركله الجزاء. شفت انا اهو، عشان تعرف ان انا امين معاك هقول لك الكلام اللي اتقاله بقولها لك. حكم قال الاهلي ضربه جزاء فبقولها لك اهو. ماشي. طيب خلينا اقول لكم يا جماعه، اقاله مدرب الاهلي يسترب جزء كبير من جمهور الاهلي واعلام الاهلي بقى يطالب باقاله المدير الفني يسترب، وقال لك ان سبب الازمات وسبب المشاكل اللي في الاهلي هي مدرب لا بيعرف يبدا بتشكيله غلط، ولا بيعرف يتعامل في التغييرات ولا حاجه. فانا كزملكاوي بقول لهم لا سيبوه، ده المدرب بتاعكم يا جماعه، ده حبيبنا واحنا بنحبه. فانا بقول لكم حافظوا عليه وخلوه معاكم، اوعوا تمشوه، لان انتوا لو مشيتوه انا ازعل. انتوا لو اديتوا له استماره 6 انا كزملكاوي ادي، لا خليه يا حبيبي خليه وبلاش يفرقك. ولكن انا قلت لك امبارح انا مش خايف من الاهلي فنيا، انا خايف من التحكيم، خايف ان زد يفوت. ولكن للامانه زد امبارح عمل مباراه 10/10، وشابوه سقفه كبيره الكابتن محمد شوقي اللي ادار مباراه الاهلي امبارح بمعلمه. كابتن محمد شوقي امبارح عرف يتعامل صح، عرف يدور المباراه صح، خطف هدف مفاجئ في مرمى الشناوي، هدف للواد ميسي، بس ايه على طريقه ميسي الحقيقي، ميسي الكبير. معلم الشناوي وهو طالع فاتح رجليه، الواد ايه اداهوله من تحت، قال له خد يا شنه يا حبيب قلبي، ايه خد بالهنا والشفا على قلبك يا حبيب قلبي، خد بالهنا والشفا على قلبك يا حبيبي، ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش. فده اللي اتقال يعني، فده ايه ده اللي اتقال. فيعني حاجه محترمه جدا جدا من نادي زد امبارح. الامانه زد امبارح كان يستحق ال3 نقاط، زد كان يستحق ال3 نقاط. ولكن الواحد هيقول ايه بصراحه، يعني هنعمل ايه؟ يعني هارد لك يا زد، يعني معلش اخدت نقطه. يعني الغريب الاهلاوي يقول لك بص محمد شوقي، بصوا الغل ده ما كانش بيعمل كده قدام الزمالك، هو راجل طيب. ده محمد شوقي في ماتش الزمالك كان عمال يتنطط عامل زي فرقوع علوز على الخط. ولا انت عايز محمد شوقي يفوت لك؟ انت كنت هتحبه لو فوت، لو هو فوت كان هيبقى حلو وجميل، لو هو فوت كان هيبقى حلو وجميل. الراجل مش عايز يفوت يا عم، الراجل مش عايز يفوت يا خال. فصراحه ربنا امور غريبه وامور عجيبه يعني. وبعدين الجمهور الاهلاوي كان موجود في المدرجات امبارح، قال لك اصل القوه الضاربه بتاعتنا ما كسبتش ليه؟
الترزية لعب، وزيزو لعب، والشحات لعب، وطاهر لعب، ومن شرقي لعب، ومحمد شريف لعب، ومروان عطية لعب، وبن عمضان لعب، ومحمد هاني لعب، وبالعماري لعب، والشناوي لعب، وياسر ابراهيم. اجيب لك مين تاني؟ يعني اصل لك ايه؟ ليه ما كسبتش؟ هو النبي ما تطلعوش تعلقوا فشلكم وفلوسكم اللي عملتوا بعترتوها في الصفقات يمين وشمال تتقالوا التحكيم بعد كده. انا بطلب من لجنة الحكام والله حاجة ايه هي، خلوا الاهلي يعني هاتوا كل الحكام المصريين كده وحطهم في جدول كده، قول له اختار الاجابه الصحيحه، قول له اختار انت زي شوف انت الحكم اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك، ايه رايك في الافداء؟ الاهلي يقول لك خلاص ماشي. طب ايه رايك في حكم الفار ده؟ هاتوا كده سيبوا الاهلي هو اللي يختار الحكام. اصل مش معقوله كل لما نجيب حكم يقول لك لا وحش، وبعدين يقول لك ايه اصل مباراه الزمالك وبيراميدز ما فيهاش حكام اجانب، وانت مالك يعني؟ انت مالك؟ انا دي مباراه بيراميدز 1-2، انا يا عم عاجبني الحكم المصري يا ابني. ليه؟ انا عارف ان انت لو الاهلي موجود معايا هجيب حكم اجنبي، طب انت مش معايا، انا عارف ان مفيش